سلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بصوا يا جماعة بقى، جوع آخر الليل كده حاجة للفطار. بجد وجبة بتبقى جميلة وسريعة بوحدتين من البطاطس وواحدتين من الطماطم. عملتي أحلى حاجة. أنا بالليل عندي بيبقوا جعانين، ما ببقاش عارفة أعمل إيه. فدورت في التلاجة لقيت واحدتين من البطاطس كده، خدتهم سلقتهم مكعبات زي ما انتوا شايفين، وحطيت لهم حبة من الملح الصغيرين، أقل من ربع المعلقة. لما استووا معايا انا خدتهم كده هرستهم بالشوكة زي ما انتوا شايفين. والله يا جماعة، وانا بغسل المواعين بالليل كده وبروق المطبخ، فقالوا لي ان احنا جعانين، فقلت اعملها لهم كده على طول. ما خدتش في ايدي اي حاجة. بصوا انا هنا هرستها، ومعايا معلقتين من السمنة. لو حابة تحطي زيت حطي، بس انا شايفة السمنة بتكون افضل، ولو عندك سمنة بلدي كمان بتكون احلى. وحبة توم صغيرة، ربع معلقة من التوم كده بسيط، ما تكتريش التوم. يا دوبك بس التوم هيطلع معايا ريحة كده. انا مستنية عليه حاجة بسيطة. وعايزة اقولك ان انتي مش لازم اجيب جبنة ولانشون ورومي وكل ده للعشاء، لا انا ممكن اعمل حاجة بسيطة ونغمسها كده بالعيش، نعمل جنبها طماطم، نعمل جنبها خيار. اي حاجة هتبقى جميلة قوي. يا دوبك التوم طلع معايا ريحة، وانا عندي واحدتين من الطماطم مكعبات صغيرة، نزلت بيها كده وهديها تشويحة علشان خاطر انا عايزاها، مش يعني شبه ان هي تتسبك معايا شوية. مش هتاخد في ايدي اي حاجة، بجد حاجة جميلة جدا وخفيفة وحلوة قوي. سهل على بنتك ان هي لو قايمة جعانة ممكن تقوم تعملها. لو بتوقفيها على البوتاجاز هتقوم تعملها وتبقى جميلة معاها. انا حطيت حاجة بسيطة من الملح علشان خاطر تطعمي الطماطم بس. وحطيت ربع معلقة من الفلفل الاسود ممسوحة. وطبعا حطيت نص معلقة صغيرة من الكمون الناعم. توابلها مش كتير، هي يا دوبك ملح فلفل اسود كمون. ولو حابة تضيفي شطة، للي بيحب الشطة هتحطي حاجة بسيطة برضو من الشطة، على حسب ما انتي عايزة. هنديها تقليبة كده بسيطة. بصوا يا جماعة، جميلة أصلا الطماطم لوحدها كده، تاكليها بالعيش حلوة حلوة جدا. الفكرة في إنك إيه؟ الفكرة في إنك بأقل الإمكانيات وبأقل حاجة بسيطة ممكن نعمل أكل جميل كده مع بعض. بصوا بقى، ننزل بقرنين الفلفل، ولو عندك فلفل ألوان برضو انزلي بيها. شايفين كده اتسبكت معانا وطعمها في منتهى الجمال. ممكن نعملها نفطر بيها الصبح، ونقلي جنبها عجينة طعمية كده، نقلي جنبها طعميتين تلاتة كده، ونعمل بقى شوية حاجات جمال. بجد هتجهزي للفطار وهتنوعي، وبجد هيبقى جميل جدا. ادينا بنقلب البطاطس تقليبتين وخلصت وبقت جميلة. وهنشوف كده هنقدمها ازاي. هتبقى بجد حلوة حلوة وطعمها معانا. جربيها ان شاء الله هتعجبك قوي. بصوا سخونيتها وجمالها، بتدفي بجد يا جماعة. ما خدتش في ايديكي اي حاجة. انا هنا بغرفها. قلتلك بقى هتحطي جنبيها جرجير، هتحطي طماطم متقطعة. لو عندك وحدتين من اللفت طلعيهم. كده انتي كلتي والحمد لله، واكلتي معاكي ولادك كلهم. الطبق ده غني انك ايه، ان انتي تكتفي بيه لوحده. والله اتنسف والله يا جماعة. ولادي مش قادرة اقول لكم عجبهم قوي، بوحدتين من البطاطس وطماطم. طعمه بجد حلو قوي. بصوا واقفين جنبي بياكلوه، مش قادرة اقولك جميل ازاي. يستاهل بقى اللايك الجميل مني كده. انا بحاول اقدم لك حاجات جميلة وسهلة وتكون سريعة معاكي. الفكرة في انك دايما تكوني على قد ما تقدري، يعني حاجات توفري، وان انتي تقدري تشبعيهم كده وتعملي لهم حاجات جميلة. انا كان عندي جرجير غسلته حطيته، وهناكله بألف هنا وشفا. والجرجير جنبه والدنيا هتبقى تمام. شوية بطاطس لوز العنب حلو قوي.